هل كنت تدري أن رايات الركنية تغيرت بسبب اللاعبين أنفسهم؟ زمان كانت تنكسر طول الوقت، بعض اللاعبين كانوا يكسرونها عمدا وهم يحتفلون بالهدف، يضربونها كأنها كأس بطولة. غيرهم بحظ سيء يكسرونها أثناء اللعب وهم ينزلقون عليها، أو يتعلقون بالعمود، أو يسددون كورة طوية تروح مباشرة فيها. المشكلة أن الرايات القديمة كانت بلاستيك خفيف وضعيف وما تتحمل. في مباريات بالتسعينات وبداية الألفينات كانوا أحيانا يبذلون 4 أو 5 رايات في مباراة واحدة، ويمكن أكثر. الموضوع صار يأثر حتى على رتم اللعب، الحكام يتضايقون، مندوبي المباريات يتذمرون، وعمال الملاعب يركضون بكل مكان ومعهم رايات احتياط. قدام هالمواقف المتكررة الفيفا تدخلت. فيفا فرضت تصاميم جديدة أقوى بكثير، أعمدة أسمك، مرونة أفضل تمتص الصدمات، ومواد تتحمل عنف كرة القدم الحديثة. ومن بعدها رايات الركنية ما صارت الضحية البريئة لاحتفالات متهورة أو تدخلات غير محسوبة،